السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عمو جمال، عمو جمال، قصص جميلة للأطفال. عمو جمال، عمو جمال، قصص مليانة خيال في خيال، قصص وحكايات للولاد والبنات. قصة جديدة النهاردة من قصص الأطفال مع عمو جمال. بس ما تنسوش لو عجبتكم القناة فعلوا اشتراكات، فعلوا الجرس، لايكات، واستنوني بعد لحظات وارجع لكم بقصة جميلة جدا جدا جدا. كان يا مكان ولا يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. كان في ملك عنده 3 أولاد، جاسر والنحسان والجوعان. أثر واحد فيهم جاسر. في يوم من الأيام الملك قام مغضوب ونادى بالحراس وجوم القصر كله وقال لكبير الحرس: شفت اللي حصل؟ كبير الحرس قال له: ايه يا مولاي اللي حصل؟ قال له: السيف بتاع المملكه بتاعتنا هيتسرق. قال له: ليه يا مولاي؟ قال له: فاكر من زمان الرؤيا اللي كانت بتقول ان السيف بتاعك هيتخطف ولو اتخطف السيف المملكه هتنهار؟ قال له: فاكر يا مولاي. وفاكر ان في الرؤيا قالت لي اللي انا هرجع لك تاني في اليوم اللي هيتخطف فيه؟ قال له: ايوه فاكر يا مولاي. طب هنعمل ايه يا كبير الحراس؟ قال له: مفيش حل غير حل واحد. قال له: بسرعه قول له ايه هو الحل ده؟ قال له: الحل اللي انت تخلي ولادك ال3 يحرسوا السيف، وبعد ما يحرسوا السيف يعدي اليوم بسلام وامان. الملك ندم ولاده بعد ما اعترض مع رئيس الحرس عليهم، قال لهم: مفيش غير جاسر هو، الباقي ده بينام والتاني بيجوع. قال له: يا مولاي لازم يتحملوا المسؤوليه النهارده. جاب الملك ولاده وحكى لهم الحكايه كلها. جاسر قال: انا تحت امرك يا ابويا، انا احمي السيف. ونحسان فضل يتاوب وجوعان عاوز ياكل الاكل وبس، مش بيفكر غير في الاكل. اتفقوا ان هم يحرسوا. جاسر قال لهم: انا احرس اليوم كله الا ساعه، والساعه دي ظبطوها بينكم وبين بعض. قعد جاسر يحرس لغايه ما خلصت فاضل ساعه. جوم اخوه جوعان وما رضيش يجوم نحسان. نحسان ده ما بيصحاش ابدا. جوعان وقف قال: يا انا ليا ساعه، هجر ساعه وانا جعان اروح ادور على اكل. ساب المكان وراح يدور على الاكل. رجع بيبص لقي ايه؟ السيف مش موجود. صح اخواته، صح جاسر قال له: ايه الحكايه؟ قال له: السيف اتخطف. قال له: طب انت كنت فين؟ قال له: انا كنت بتاكل. قال له: كنت بتاكل؟ ضيعت المملكه بسبب الاكل. طب احنا هنعمل ايه؟ لازم نروح لابونا. ابوهم راح وقال لهم: لسه البدر الوقت بدري، ممكن نجيب السيف، بس كل واحد فيكم يروح ويدور عليه من ناحيه، واللي يلاقيه يرجع بيه. كل واحد راح خد معاه شويه اكل وشويه ميه. نحسان كان كل شويه ينام ودخل في طريق غلط، وجوعان برضه كان عمال ياكل مش بيفكر في الطريق، وجازر بيجي يدور. نحسان وهو نايم طلعت له مرة عجوزة قوي وقالت له: ممكن يا ابني تريحني مكانك انام شويه؟ نحسان قال لها: وانا نايمك ليه جنبي؟ انت تعرفيني ولا انا اعرفك؟ امشي بعيد عني. قالت له: باذن الله هتتخطف ومش هتلاقي السيف. لفت المرأة العجوزة وراحت لمين؟ وراحت لجوعان. جوعان قالت له: معلش انا جعانه وانت معاك اكل. قال لها: لا، انت دوري على الاكل بعيد عني، انا ممكن الاكل يخلص مني. قالت له: ان شاء الله هتتخطف
ومش هتلاقي السيف. لفت المرأة العجوزة وراحت لمين؟ جاسر. جاسر قالت له يا جاسر أنا عطشان. قال لها خدي يما. يا جاسر أنا جعانة. قالت له خدي يما. قالت له يا جاسر أنا تعبانة. قال لها استريح يما. قالت له يا رب يا جاسر تقتل الحرامي وتلاقي السيف وتتجوز أجمل بنت في الدنيا. نحسان راح وصل للبير اللي جنبيه الحرامي حبسه. جوعان راح عند البير حبسه. جاسر المرأة قالت له المرأة الكبيرة قالت له خلي بالك في هناك وحش وهو ده صاحب السيف. جاسر كان من ضمن حياته كلها ان هو ايه؟ بيحارب. واما بيحارب بيتعلم يحارب ازاي. دخل على الحرامي وقتله وخد منه السيف وخد منه ايه؟ اخواته. فجأة وهو ماشي طلعت لجاسر احلى بنت في الدنيا ولابسه لبس المرأة العجوزة. قال لها انت مين؟ قالت له انا المرأة العجوزة يا جاسر. قال لها لا انت ما كنتيش كده، ده انت احلى بنت في الدنيا. قالت له انا احكي لك حكايتي يا جاسر. قالت له كان يا مكان استنوني لحظة وارجع لكم. قالت له ايه في المهم يا ولاد البنت قالت له انا كنت بنت جميلة وتقدم لابويا ساحر، والساحر ده كان شرير وكان عاوز يتجوزني بس انا ما رفضت وابويا الملك رفض. ابويا ملك القرية والبلاد اللي جنبيكم. قال لها ايوه عارفه. قالت له انا كنت جميله. وبعدين طب ايه اللي حصل لك؟ قالت له الساحر قال لازم اخليكي عجوزه عشان ما تتجوزيش تاني، وعمل عليا تعويذه بالسحر خلاني زي ما شفتني مره عجوزه. قال لها طب ايه انت انقذت نفسك ازاي؟ قالت له رحت عند ساحر تاني وقال لي انت مش هينفع ترجعي البنت غير ما تشربي من ميت البير. اي بير؟ جاسر قال لها اي بير؟ قالت له البير اللي كان واقف عليه النص والوحش اللي هناك. قالت له وانت شربت من الميه؟ قالت له ايوه بعد ما انت هزمته انا رحت ونزلت وشربت من الميه، واول ما شربت من الميه رجعت زي ما انا صبيه. قال لها يا احلى صبيه، يا نور عينيا، يا كل ماليه، يا اجمل هديه، تعالي معايا في القريه دي. خدها وراح للملك. الملك اول ما شاف جاسر فرح بالسيف وقال له ابن البطل انت من دلوقتي خليفه ليا، انت من دلوقتي بعديه. وايه معاك الجميله دي؟ هي جميله انسيه ولا جنيه؟ قال له يا ابويا دي انسيه، بنت انسيه احلى هديه في الدنيا دي. قال له احكي لي حكايتها. جاسر حكى لابوه حكايتها وقال يا ابويا ممكن اتجوزها؟ الملك قال له لا لازم نروح ناخدها من ابوها. راحت الاميره عند ابوها والملك جاسر جاب الهدايا والعطايا وراحوا القريه الثانيه وقاموا الافراح 7 ليالي ملاح. وعاش جاسر ملك في القبيله اللي فيها مراته بعد ما مات ابوها، وبقي ملك على المدينه بتاعته بعد ما مات ابوه، وحكم بالعدل والسلام. وجوعان لسه جوعان، ونحسان لسه جعان لسه نحسان. لو عجبتكم القصه دي قصه جاسر وقصه السيف الذهبي ما تنسوش اشتركوا في القناه، اعملوا لايكات، فعلوا الجرس، استنوني في قصه جديده مع عمو جمال. السلام عليكم.